يا وطني لو تعلم للنصر سيوف نتقدم. الحلبية السورية تتحف الأغنية العربية بنكهة عراقية. فالحشد سرايا لا تهزم، فالحشد سرايا لا تهزم. مياد الحناوي وعلي صالح وأحلام دي في أوبريت حشد الله، الذي ينقل مشاهد واقعية عن الحشد الشعبي وتضحياته من أجل الإنسانية والدفاع عن الحياة والوطن. الشعب توحد والحشد بحمى الله سيحمينا. صارت صدفة أنه ألتقي بالفنانة مياد الحناوي، فسمعت المقدمة الموسيقية مالت الأغنية مال أوبريت حشد الله، فحقيقة ثار فضولها، فصار نقاش أنا وياها. قلت لها ست ميادة شنو رأيك إذا تشرفينا بالانضمام لهذا العمل؟ فحقيقة بادرت، مشكورة يعني على مشاركتها في هذا العمل. يا وطني يا بيتي فستبقى بيت الثوار، وسراء الموت ستأتيك أعصارا تلو الأعصار. وبحشد الله سننتصر، وبحشد الله سننتصر، بعزيمة كل الأحرار، بعزيمة كل الأحرار. العمل الذي تم إنجازه ب3 أشهر منذ أن وضع كلماته الشاعر العراقي الكبير داود الغنام مرورا باللحن للعراقي علي صالح خنجر، اشترك فيه نجما مسلسل باب الحارة السورية رامز عطلة وتحية مهيوب، وأكثر من 72 كومبارسا. الأوبريت الذي التقطت مشاهده في دوار الحجيرة بالقرب من مقام السيدة زينب عليه السلام، واختيرت قلعة دمشق أيضا لمشاهد أخرى للفنانة مياد الحناوي، واستخدم المخرج مؤيد الأطرش كاميرا سينما ريد أبيك وقنابل صوتية والرصاص الحي لإيصال الصورة الأقرب للمتلقي. الشعب توحد والحشد بحمى الله سيحمينا. فسيبقى صوتك يا عيسى ومحمد مزروع فينا. من بغداد غيث طلال، العراقية نيوز. أو حاول يوما يفنينا.